يا مساء العسل على الناس العسل، أو يا صباح العسل على الناس العسل. النهاردة هنعمل مع بعض شوية عدس زي العسل. هقول لكم على الطريقة، بس ادعولي وما تنسونيش، يعني يا ريت يا ريت في تعليق حلو كده منكم ولايك كتير للفيديو عشان الفيديو يكبر بيكم. الطريقة دي ما تقوليش لعدوتك عليها. هتعملي طريقة العدس معايا بطريقة تحفة جدا، وهقولك على السر اللي هيخلي العدس بتاعك طعمه تحفة، وكل اللي يدوقه يقولك يا سلام على العدس بتاعك. تعالوا بقى اقول لكم عملت ايه في الاول. اول حاجة عشان العدس يطلع معاكي طعمه حلو ومسكر وجميل، يعني زي اللي بيتاكل في المطاعم او زي بتاع امهاتنا الناس الحلوة كده، اللي اكلهم كده اصيل وجميل. تعالي اقولك بقى تعملي ايه. هاتي شوربة. انا بحب قوي قوي اعمل العدس بتاعي على شوربة فراخ، بيبقى طعمه تحفة. عايزة اقول لكم بيدي طعم رهيب جدا. دي اول خطوة. تعالي بقى اقولك على الخطوات اللي احنا هنحطها على العدس. انا غسلت العدس كويس جدا ونزلت بيه في الشوربة. حطيت عليه جزر، وحطيت عليه ورق لوري، وحطيت عليه بصل، وحطيت عليه توم، وحطيت عليه قرن فلفل اخضر. قرن فلفل اخضر على العدس، ايوه. قرن الفلفل ده بيودي العدس في حتة تانية خالص، يعني بتاخدي كده طعم رهيب ما يتوصفش بصراحة. بتسيبيه بقى على النار كده ياخد ويدي. اول ما بيغلي غلوة كبيرة بنروح حاطين عليه، بنوطي عليه خالص لحد لما يبتدي يستوي معايا. بعد كده بجيب طاسة، بحط فيها شوية من الزيت، وببدأ أنزل بالشعرية بتاعتي. طبعا ما بنحط الشعرية كتير علشان العدس ما يتخنش مني قوي أو يكلكع. هي يدوبك معلقتين شعرية أو معلقة ونص شعرية. تمام. ببتدي بقى أشوح الشعرية بتاعتي شمال ويمين كده. باخد لون حلو كده ذهبي، ما بغمقهاش قوي، لانك لما بتطفي عليها وبتسيبيها ترتاح شويه عقبال ما بنضرب العدس يعني العدس يهدى معايا خالص ويبرد خالص. انا ما بينفعش ان انا اضربه في الخلاط غير لما العدس يهدى معايا خالص. لو انت عندك هاند بلندر مفيش مشكله، هتستخدميه وهو سخن عادي، هتضربي الخليط بتاع العدس، هيبقى عادي خالص مفيش اي مشكله. لكن انا دلوقتي هضربه مثلا في الخلاط، بسيبه لما يهدى خالص، وابتدي احطه في الخلاط، وابتدي ان انا اضربه شويه شويه لحد لما اخد القوام اللي انا عايزاه. طبعا لو انت عايزه تخففي العدس اكتر من كده تشربيه، يعني ما يتاكلش بعيش، هتبتدي بقى ايه تخففي بشوربه. ما عندكيش شوربه هتخففي بميه، مفيش مشكله. اهو زي ما انتم شايفين شوحت الشعريه كويس وخليتها لونها ذهبي. خدت بقى معلقه كده من الثوم المفروم وعليه كزبره. وابتديت بقى انزل بيه كده. عايزه اقول لكم يا ريتكم كنتوا معايا وشميتوا الريحه الرهيبه بتاعه التقليه. تحفه تحفه. بصوا بقى هنا العدس بتاعي هو استوى خالص. بتمسكي الجزرايه كده وتدوسي عليها تلاقيها اتهرست معاكي، والعدس والخليط اللي احنا حاطينه ده كله بتعرفي كده ان هو استوى خالص. وايه، واطفي عليه بقى لحد ما يبرد خالص عشان اضربه في الخلاط. طيب بلاش اعمل ايه في العدس عشان ما يطلع حلو. بلاش تحطي بطاطس. البطاطس بتغير طعم العدس خالص وبتوديه في حتة تانية. ممكن تحطي كوسة، مفيش مشكلة، يعني برضو بتعزز الطعم، لكن بطاطس بلاش، ما انصحكيش. بصوا بقى ضربت كده في الخلاط بعد ما برد، وهبتدي ارجعه تاني على النار علشان انزل فيه الشعرية. بصوا الشعرية طبعا انا حضرتها وهو بيستوي، فبالتالي الشعرية باردة معايا مش سخنة. لو انت عايزة تستني بعد ما تعملي خطوة الضرب بتاعة العدس، استني مفيش مشكلة، وبعد كده اعملي الشعرية. تمام. بعد كده بقى حطيت الشعرية وابتديت انزل بشوية من البهارات تاني. وحطيت شوية من الكمون. الكمون برضو بيعزز الطعم قوي بتاع العدس. اهو بصوا شايفين لونه. ونسيت اقول لكم ان انا حطيت طماطمايه كمان. الطماطم بتدي لون حلو قوي مع اللون الاصفر، فالاحمر ده بيدي لون رهيب. ممكن تحطي شويه بابريكا مفيش مشكله مع السلق. وابتدي بقى اغرفيه كده وبألف هنا وشفا. عايزه تحمصي العيش وتاكليه معاه متحمص مفيش مشكله، عايزه تاكليه بالمعلقه برضو مفيش مشكله. كليه زي ما انت عايزه تاكليه. انا عايزه اقول لكم ان الاطفال عندي بيحبوه جدا، بسم الله ما شاء الله، جدا جدا. اتمنى يا رب العدس يعجبكم، وما تنسوش لايكات كتير كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.